السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. النهارده هنقدم لكم طريقة زبادو الفراولة. طبعا الزبادو معروف في كل حاجة، اللي هو بيتعمل بزبادي ولبن. في ناس بتعمله بزبادي بس، في ناس بتعمله بلبن بس. زي ما همشي على طريقة الفراولة هيمشي على طريقة الموز، هيمشي على طريقة الخوخ، هيمشي على طريقة المانجا. اي نوع اللي انت حباه عايز تعملي منه زبادو اعملي، بس شيلي الفراولة وحطي مكانه الحاجة اللي انت هتعمليها. انا معايا هنا فراولة، معايا كوبايتين زبادي، معايا كوباية حليب، معايا كوباية سكر. تمام كده. معايا بقى هنا شفشق الخلاط. هنزل بكوباية الحليب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليها بالزبادي، تمام. هنزل عليها بالزبادي التانية. طبعا كمية الزبادو دي هتطلع معانا كمية كبيرة، ممكن تكفي من 5-6 كوبايات، 7 كوبايات كمان. تمام. انا كده حطيت كوباية السكر. هنزل بقى بكمية الفراولة. هنزل بيها كلها في الخلاط وهو شغال، وبعد كده ارجع لكم تاني. وكده حبيبنا الشكل النهائي للزبادو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا الزبادو من غير اي مواد حافظة، اضمن كتير من بره. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.